ابن مسعود يرى أنها قد مضت وانقضت، واستدل على ذلك بأن العذاب الذي يقع بالكافرين في الآخرة لا يكشف، والآية تنص على أن الله تبارك وتعالى رافع عنهم العذاب قليلا، يقول عذاب الآخرة لا يكشف، وأما هؤلاء فقد رفع الله تبارك وتعالى عنهم العذاب شيئا ما. ذهب مذهب ابن مسعود رضي الله عنه جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي، وهو اختيار ابن جرير في تفسيره عليه الرحمة، اختار ابن جرير ذلك. وأما ابن كثير رحمة الله عليه فقد رد ذلك ردا قويا، ورجح أن آية الدخان لم تأتي بعد، يعني علامة الدخان من علامات الساعة الكبرى لم تأتي بعد، وأن ذلك حادث بين يدي الساعة. فقال بعدما أورد حديث أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ربكم أنذركم ثلاثة، الدخان يأخذ المؤمن كالزخمة. أنذركم الله تبارك وتعالى ثلاثا، الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة. الزكمة نزول فضلات الدماغ رطبة من الأنف وإليه، الزكمة الزكام المعروف. ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع فيه، فأما الكافر فيكون عليه شديد الوطأة جدا، وأما المؤمن فيكون كالزكام عليه. قال: والثانية الدابة، والثالثة الدجال. وروى ذلك الطبراني وإسناده جيد. وذكر ابن كثير أن القول بأن آية الدخان لم تأتي بعد هو قول علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وابن عباس والحسن البصري. واستدل ابن كثير على ما ذهب إليه من أن آية الدخان لم تأتي بعد بضد ما قال به ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وجماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية والنخعي والضحاك والعوفي، وهو اختيار ابن جرير. يقول ابن كثير فيما استدل به على ضحض ذلك ورده: الأحاديث الصحيحة والحسنة الواردة في الموضوع تدل على أن هذه الآية لم تأتي بعد. وأيضا قول الله جلت قدرته: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي بين واضح يراه كل أحد. وأما الذي ذكره ابن مسعود فيما ذكره فقد كان خيالا، يقول: هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى هو دخان مبين بين واضح يراه كل أحد. وأما ما ذكره ابن مسعود رضوان الله عليه فإنه يقول: وينظر أحدهم إلى السماء فيرى كهيئة الدخان، وليس بدخان في الحقيقة. وأما ما ذكره الله تبارك وتعالى فقاطع على أنه دخان حقيقة، يقول: بدخان مبين، يعني ظاهر واضح يراه كل أحد وليس خيالا كما ذهب إليه ابن مسعود رضوان الله عليه. ابن كثير لا يرد على ابن مسعود، وإنما الذي يرد على ابن مسعود هو علي بن أبي طالب وأبو سعيد الخدري وابن عباس رضوان الله عليه، فهذا مذهبهم. فإذا انتصر له ابن كثير فإنما ينتصر لهم، وكل أحد دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتج له ولا يحتج به. كل أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتج له ولا يحتج به. فإذا قيل مثلا إن الحسين بن علي رضي الله عنهما خرج على دولة بني أمية، وإن النفس الزكية قد خرج أيضا على الحاكم في عصره، إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي ثبتت عن مثل سعيد بن جبير وغير أولئك الأعلام من الأئمة ومنهم من آل البيت من قد علم، فيقال إن هؤلاء رضوان الله عليهم ورحمته قد خرجوا على الولاة والحكام في عصورهم، فأي شيء إذن يمنع من الائتساء والاقتداء بهم؟ يمنع من ذلك أن كل أحد دون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتج له ولا يحتج به، هذا أولا. وأما ثانيا فانظر إلى نتيجة وعاقبة خروجهم ماذا كانت، لم تكن إلا قتلا وتشريدا وتدميرا وخرابا. فأي شيء يمكن أن
يفيد الأمة من ذلك، وكل أحد إنما يحتج له ولا يحتج به. يقول ابن كثير قوله تعالى يغشى الناس، لو كان هذا أمرا خياليا يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه يغشى الناس، لأن الألف واللام في الناس هنا للجنس. يغشى الناس يعني جنس الناس الذين يكونون في الأرض عند وقوع هذه الآية سيغشاهم هذا الدخان، لأن الله تبارك وتعالى جعله علامة ظاهرة بين يدي الساعة. وقال النووي رحمة الله عليه في شرحه على مسلم عند قوله صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان. قال هذا الحديث يؤيد قول من قال إن الدخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام، وأنه لم يأتي بعد، وإنما يكون قريبا من قيام الساعة. ثم ذكر أنه عندما مر على حديث في كتاب بدء الخلق في صحيح مسلم ذكر قول من قال هذا، وذكر إنكار ابن مسعود عليه، وأنه إنما هو عبارة عما نال قريشا من القحط فيما مر ذكره من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان. وقد وافق يقول النووي ابن مسعود جماعة، وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن، ومر أنه قول علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري، وكذا معهم الحسن البصري، ورواه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يمكث في الأرض 40 يوما. فقال النووي جمعا بين الأحاديث يحتمل أنهما دخانان للجمع بين الآثار، يحتمل أنهما دخانان كما قاله ابن مسعود وما ذهب إليه كان دخانا ولكن ليس من علامات الساعة. وأما ما سيكون من علامات الساعة الكبرى وما ذهب إليه الأصحاب رضوان الله عليهم الذين مر ذكرهم فهي علامة ظاهرة من علامات الساعة تغشى الناس جميعا كما ذكر الله رب العالمين. يخرج أيضا بعد قتل الدجال على يد عيسى بن مريم بأمر الله تبارك وتعالى يخرج يأجوج ومأجوج. وذكر الحق تبارك وتعالى في سورة الكهف أن ذا القرنين في تطوافه ومسيره في الأرض يبلغ ما بين السدين، ويجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وأنهم يشتكون له من الضرر الذي يلحق بهم من يأجوج ومأجوج، وأنهم يطلبون منه أن يقيم بينهم وبينهم سدا يمنع عنهم فسادهم، فاستجاب لطلبه. يأجوج ومأجوج أمتان كثيرة العدد، وقد ذهب بعض أهل النظر إلى أن آدم وقع منه مني على الأرض فخلق الله تبارك وتعالى منه يأجوج ومأجوج، وأن يأجوج ومأجوج من غير أنثى قد خلقوا، ولكن هما من ذرية آدم عليه السلام. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر عن ربه أن الله تبارك وتعالى يقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ يقول من ذريتك من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. فقال إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه، يأجوج ومأجوج. وقال ابن كثير عليه الرحمة بعد سياقه لهذا الحديث وقد حكى النووي في شرح مسلم عن بعض الناس أن يأجوج ومأجوج قد خلقوا من مني خرج من آدم فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك، فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم وليسوا من حواء. وقد رد ابن كثير هذا القول وأنكره قائلا وهذا قول غريب جدا، ثم لا دليل عليه من عقل ولا من نقل، ولا يجوز الاعتماد هنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب لما عندهم من الأحاديث المفتعلة المكذوبة المصنوعة، فإذا هم من ذرية آدم.